السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ جوهر اللذة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم 3 الوجبات ساهلين واقتصاديين، والاهم كيجيو لذاذ وكيعجبوا الصغار والكبار. فعلى بركة الله ندوز نشوفوا المقادير والطريقة، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. ناخذ مقلاة وندير فيها تقريبا 2 أو 3 ديال المعالق زيت الزيتون، ونزيد عليهم 3 ديال المطيشات اولا الطماطم يكونوا كبار، نقيتهم من قبل وقطعتهم لدوائر. نضيف فوق منهم لانشون اولا الشاركوتري اللي حضرته معكم في الفيديو السابق، وواحد ريس ديال الثومه كيعطيها واحد المذاق زوين، واللي ما بغاش ممكن انه ما يديروش. ثم نضيف عليهم شويه ديال المعدنوس اللي قطعته رقيق، وشويه ديال البزار، والملح على حسب الذوق. نضيف عليهم 4 بيضات، ودائما الكميه كتبقى على حسب الاشخاص ولا الافراد اللي غادي يتناولوا هذه الوجبه. وكاخر حاجه ندير شويه ديال الموتزاريلا، كتبقى اختياريه، ممكن انكم ما ديروهاش، ماشي ضروريه. وندير عليها واحد الغطاء غير حتى يذوب ليا داك الفرماج ويطيب البيض. وها هي كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه ومعلكه ولذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الوصفه الثانيه. مره اخرى غادي ناخذ مقلاة ونديرها فوق نار هادئه، ندير فيها شي شويه ديال زيت الزيتون اولا زيت المائده الا ما كانتش متوفره، ولانشون اولا شاركوتري اللي قطعته مربعات صغيره. نزيد عليهم 100 غرام ديال الجبن، اي جبن عندكم، يمكن لكم ديروا غير جبن المثلثات. ونضيف عليهم كاس ديال الحليب ونبقى نخلط حتى يذوب ليا الجبن. ونضيف المقارونيه اللي سلقتها من قبل بشويه د الملحه، تقريبا عندي هنايا 400 غرام. ندير عليها شي شويه د الملحه، وشي شويه د البزار، ثم الكريمه ديال الطبخ. فهاد الكريمه هي اللي كتعطينا ديك التعليكه، هي والجبن. وكاخر حاجه غادي ندير عليها الموتزاريلا، ونخلط شويه بشويه باش تذوب لينا الموتزاريلا وتندمج مع المكونات اللي عندنا. وهانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها غادي تولي معتمده عندكم. ودابا ندوزو نشوفوا اخر وصفه واللي هي توست على شكل بيتزا. ناخذ صفيحه الفرن وندير الطبقه الاولى ديال التوست اولا الباندومي، وندير فوق منها مطيشه اولا الطماطم اللي حضرتها من قبل. الا بغيتوا الوصفه ديال صوص بيتزا يمكن لكم تقولوها لي في التعاليق ونحضرها ان شاء الله معكم. من بعد غادي نضيف عليهم شرائح ديال الجبن ولا جبن الساندويتشات كيف ما تنقولوا له. ثم نضيف دوائر لانشون اولا شاركوتري اللي حضرت معكم
كيف ما سبق ليا وقلت لكم راه كيجي لذيذ بزاف واقتصادي وكينفعنا بزاف بزاف مع الوليدات. ونزيد عليها طبقه اخرى من الطوست. ندير فيها لاصوص بيتزا للمره الثانيه. فهاد الوجبه كتجي مشبعه اولا شباعيه كيف ما تنقولوا. يكفي انك تزيدي معها شي سلطه وها هي وجبه عندك متكامله. من بعد غادي نزيد الموتزاريلا، نوزعها على طبقه حتى تغطى ليا كامله. وكاخر حاجه غادي ندير شويه ديال الزعتر اللي مطحون وشويه ديال زيت الزيتون وندخلها للفران غير واحد شويه لان كل شيء طايب. غير يذوب ليا الجبن ونخرجها. كيف ما قلت لكم الوصفه سهله وسريعه وكيمكن لكي توجديها في اخر لحظه. وما نقول لكمش كيفاش المذاق ديالها جا رائع جدا. فهاد الوصفات اللي قدمت لكم كيجيو لذاذين بزاف ونتمنى تجربوهم. تكتبوا لي في التعاليق كيفاش جاوكم. الفيديو ديالي هنا غادي يكون سلام. ما سخيتش بكم. فإلا عجبكم الوصفات ما تنسونيش من لايك والاشتراك وتعليقاتكم محفزة. والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.